الرجاله في الارتباط نوعين، يا اما اكون السقه يا اما اكون هنيدي. انت بقى عايز المزه بتاعتك تشوفك مين فيهم. الفرق بين هنيدي والسقا مش مجرد فرق بين مدرستين في التمثيل، واحد بيعمل اكشن والتاني بيعمل كوميدي، لكن الحاجه الوحيده اللي مشتركه بينهم في افلامهم هي الرومانسيه. كل واحد فيهم كان قدوه للشباب في يوم من الايام ولما حواليه الناس اللي شبهه. انا النهارده جاي اكلمك على كتالوج كل واحد فيهم في الرومانسيه عشان اديك فرصه تحول من المدرسه اللي انت فيها لمدرسه تانية. السقا هو الواد الشهم اللي بيدخل العلاقه بروحه، هتلاقي شبهه كتير قوي في حياتك. يعني مثلا الحركه اللي عملها في فيلم افريكانو وراح نط من فوق الشلالات وكان بيقول لحبيبته ان ده لو هيثبت لك اني بذمتك الحركه دي ما بتفكركيش بحاجه؟ هي نفس الحركه اللي الواد الجدع بيعملها، اللي شاري ومش فارق معاه اي حاجه، اللي بياخد القايمه من ايد ابو العروسه بيمضيها وما بيبصش عليها اصلا. قال يعني عايز يقول لخطيبته ان بيحبها. تعالوا بقى نحط هنيدي في موقف زي ده. لما رحاب حبيبته كانت هتضيع منه وكابتن كمال مدرب كمال الاجسام راح يخطبها، المفروض بقى في موقف زي ده هنيدي يعمل ايه؟ المفروض يشتري شقه ويشوف شغلانه علشان اهلها يوافقوا عليه. مش المفروض يعمل كده؟ لا، ما عملش كده. خد امه وابوه وراح يشردها في الحته كلها. جاهزه يا امه؟ جاهزه. وصل. وقال لهم دي رحاب حامل مني، كنت انا ومن ابراهيم وبيومي وبلبل. وقفي جه متاخر. بالطريقه دي بقى في ناس كتير بتعملها. تلاقي الواد من دول بيحب واحدة وبيموت فيها بس للأسف مش عارف يتجوزها، يقوم يعمل إيه؟ يشوه سمعتها عشان تلف وترجع له تاني. نيجي بقى للسقة اللي ممكن يعادي الدنيا كلها عشان خاطر حبيبته. مثلا في فيلم تيمور وشفيقة لما المافيا خطفت حبيبته دخل وسط النار وضحى بنفسه وجابها، ويمكن تقريبا كان هيموت. لكن بقى في فيلم انا يا خالتي محمد هنيدي ده تيمور تاني خالص. لما العيال الصيع قابلته في الشارع وثبتته وقالت له خد ياض البت دي تلزمك، قال لهم لا يا باشا ما يعرفهاش. وجت خطيبته كمان ندهت له قالت له تيمور انا مخطوفه. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت. I said guns down. راح فين؟ في حاجه ياض؟ اوكي. عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتك. نيجي بقى للغيره. برضه السقا في فيلم تيمور وشفيقة لما لقى رامز بيرقص مع حبيبته راح ضربه وقال له شفيقة نو. كفايه بقول لك. اما بقى هنيدي في فيلم بلية ودماغه العاليه لما حبيبته اتعكست قال لها يعني المفروض تتبسطي. ست في اسعد لحظاتها ما تتعبش. لو انت بقى من مدرسه السقه العاطفيه بنين، مبروك عليك يا صاحبي كارنيه الرجوله وهتبقى جامد قوي وكبير في نظر اي واحده. بس خليك متاكد ان نهايتك مش هتخرج عن السيناريوهات اللي هقول لك عليها دي، يا اما تموت محروق زي ابراهيم الابيض، يا اما تتسجن زي منصور الحفني في فيلم الجزيره، يا اما تتغربل زي تيتو. اما بقى لو انت من مدرسه هنيدي فتاكد ان انت هتتجوز حبيبتك وبعد كده بصراحه هتكتشف ان السقه تعب نفسه على الفاضي. الو هنيدي حبيب قلبي، والله كنت لسه في سيرتك يا راجل وعلى بالي. فاكر يا هنيدي لما كنا في الطوابق واتثبتنا مع البت هناء وولاء وسبناهم وجرينا؟ ايه بتقول معاك حوار في الطوابق؟ طب اقفل بسرعه انا مش جاي. زي الحال. مبسوط دلوقتي؟ عاجبك المرمطه اللي انت مرمطها لنا في الويك اند دي؟ الويك اند اللي فات خناقه مع عبد الحرامي، والويك اند ده مع ابو عباس. ناوي تعمل ايه الويك اند الجاي؟